السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي الساده المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. وحلقتنا النهارده وكالعاده زي ما بقول كل مره هي تكمله لسلسله حلقات كل اللي عايز تعرفه عن مسلسلات الموسم الرمضاني 2026. السلسله اللي بنتكلم عن كل المسلسلات اللي هيتم عرضها خلال موسم او شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين. والمسلسل اللي معانا النهارده وجايين نتكلم عليه وهو مسلسل اتنين غيرنا لآسر ياسين ودينا الشربيني. كل اللي عايز تعرفه عن مسلسل اتنين غيرنا هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. فقبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. الوحدة دي أوحش حاجة في الدنيا. أنا بقالي كتير قوي ما حسيتش بالونس اللي أنا حاساه معاكم هنا. كلنا بندور على لحظة حنان، لحظة دفى. مسلسل اتنين غيرنا. تعالوا الاول نتكلم ونتعرف على ابطال وصناع المسلسل. والمسلسل بيضم عدد كبير من النجوم مع حفظ الالقاب للجميع: آسر ياسين، الشربيني، نادرين فرج، نور إيهاب، فدوى عابد، وسحر رامي، هنادي مهنا، صفوة، وأحمد حسن، ومحمد السويسي، وبسنت شوقي. طبعا مسلسل اتنين غيرنا من تأليف رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي. بعد ما تعرفنا على أبطال وصناع المسلسل، تعالى دلوقتي نخش في قصة وأحداث مسلسل اتنين غيرنا. نور، أيوه. وراكي حاجة بكرة؟ مدرس ثانوي يعمل في مدرسة دولية، واللي هيكون قايم بدور المدرس هنا هو آسر ياسين. وآسر ياسين في مسلسل اتنين غيرنا يعيش في حالة عزلة نتيجة ماضيه وعلاقاته الفاشلة في الجواز، لكن في صدفة يلتقي بالممثلة مشهورة تمر بأزمات شخصية مما يشكل نقطة تحول في حياته، وقصة وعلاقة تربطهم بالرغم من الصعاب اللي بيواجهها كل شخصية. ادي فكرة برضو للدكتور ان هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه يا حبيبي. وتدور احداث مسلسل اتنين غيرنا في اطار درامي رومانسي اجتماعي، وبنشوف خلال احداث المسلسل دينا الشربيني خلال شخصية نور ومعاناتها مع اخوها بسبب رغبتها ان هي عايزة تسيب كلية الحقوق عشان تبقى ممثلة. وخلال الاعلان شفنا ازاي اخوها بيضربها وبيطردها من البيت لما يعرف ان هي عايزة تسيب الكلية. بتخرجي من الحقوق وتدخلي مع التمثيل؟ عملت الحاجة اللي بحبها، ما عملتش حاجة غلط. وبرضه خلال الاعلان بنشوف محاولتها في الانتحار بسبب اللي بتتعرض ليه من ضغوط. محدش في البيت ده هينام. يا ريتهم ما لحقوني. دي واحدة في الآخر ما نعرفهاش جاية منتحرة. أنا عارفك أبان قوية مش كده؟ جدا. خلال الاعلان برضو بنتعرف اكتر على شخصية آسر ياسين في المسلسل، شخصية حسن، وان هو راجل معقد او راجل معقد من فكرة الجواز بعد ما بيمر بتجربة فاشلة الجواز والارتباط برضو. وخلال ان هو فترة الجواز بتاعته مخلف طفل، اقنعته يطلقها ويسيب لها الولد. وخلال الاعلان بنشوف علاقاته المتعددة وعدد الستات الكتير اللي حواليه اللي هنعرفهم خلال احداث المسلسل هي مين في كل واحدة فيهم. مفاتيح المطلق الحزين كلها معايا انا. ما تعملوا حياتي لايف على تيك توك او تسترزقوا منها بالمرة. أنا لو كنت قابلتك صدفة كنت أحب إن أنا أتعرف عليك. خلال المسلسل وخلال الاعلان برضو بنشوف العلاقه الرومانسيه اللي هتنشا ما بين آسر ياسين ودينا الشربيني، وازاي هيتغير آسر ياسين او شخصيه حسن من شخص معقد من العلاقات او الجواز لشخص بينشا او بيخش في قصه حب جديده. يعني دونا عن كل البنات اللي شافهم في ال3 سنين اللي فاتوا، هي دي اللي خلت عينيه تنور وقلبه يحس من جديد. وازاي دينا الشربيني انها تقدر تشيل مخاوف آسر ياسين او شخصيه حسن من ان هو يدخل في علاقه جديده، ان هي تخليه يغير رايه تماما وتنشا علاقه رومانسيه او علاقه حب ما بينهم. حسن انت نور قلبت حياتك، ده انت وشك نور. مش عايز تتجوز ممثلة، قولها عادي. كل ده وهنعرفه ازاي؟ هنعرفه خلال احداث المسلسل ونعرف اكتر عن تفاصيل العلاقه دي. واكيد العلاقه دي مش هتمر مرور الكرام، واكيد هنشوف ان في خلافات هتحصل ما بينهم وشفناها في الاعلان، وازاي هنشوف هل هيقدروا يخرجوا منها ويكملوا حياتهم ولا لا. بتاعت مصلحتها وغدارة. أنا متضايق إن أنا اضطريت أسيب حقي. أنا اللي أسفة عشان أنت متعرفنيش. طبعا دي قصة واحداث مسلسل اتنين غيرنا. طبعا المسلسل بيتكون من 15 حلقة. طبعا المسلسل هيتعرض على قنوات المتحدة، قناة اون ومنصة واتش. نور، أنا بحبك.
قصة حب جديدة تجمع بين نور أبو الفتوح وبطل فيلمها الجديد. نيجي دلوقتي لسؤال كل حلقه، هل انا متحمس للمسلسل؟ خليني اقول لك ان انا 50-50 من جمهور آسر ياسين، من الناس اللي بتحب آسر ياسين وبتتفرج على اعماله، فده يمكن جزء من الحاجات اللي هيخليني اتفرج على المسلسل. وبعدين المسلسل 15 حلقه فممكن اتفرج عليه. طبعا آسر ياسين السنه اللي فاتت قدم واحد من انجح المسلسلات في الموسم الرمضاني، مسلسل قلبي ومفتاحه. دينا الشربيني ممكن ما بقاش انا الشخص اللي بيتابع اعمالها اول باول، ممكن اتفرج لها على اعمال بس مش من الناس اللي تنتظر اعمالها. ممثله شاطره وناجحه، لكن مش اللي هي امتى دينا الشربيني هتنزل عمل. لما بينزل لها عمل بتفرج عليه وبتابعه، بس اللي هو مش ببقى منتظرها تقدم اعمال. طبعا حققت واحد من انجح المسلسلات اللي نزلت خلال الفتره الاخيره، مسلسل كامل العدد. فانا ما عنديش مشكله مع دينا الشربيني، بالعكس زي ما قلت ان انا بحبها وبحب اتفرج على اعمالها، بس مش من الجمهور اللي امتى دينا الشربيني هتنزل عمل، لا. لكن آسر ياسين ودينا الشربيني يعتبر اول تعاون ما بينهم في المسلسل ده. حابب اشوف التجربه دي وحابب اشوف الثنائي ده مع بعض هيقدموا زي. وخلال الاعلان حاسس ان في كيمياء ما بينهم، وده اللي هنشوفه في مسلسل اتنين غيرنا. انا مش مبسوط باللي عملته. ده انت قادر قوي يا اخي، هتمنعها تاخد عذابوها؟ شرف اختك يا محمد. انا ما عندكش دم. كان ايه؟ انت هتتهبد عليك ولا ايه؟ بلاش حتى انا عايز اقول حاجه يا جماعه. وبس كده يعتبر انا اتكلمت عن كل حاجه ممكن تبقى عايز تعرفها عن المسلسل ده. فتنزل تحت في الكومنتات وتقول لي رايك، هل متحمس للمسلسل؟ ايه توقعاتك للمسلسل؟ هتتفرج على المسلسل في الموسم الرمضاني وحاطه من قائمتك ولا لا؟ فاتمنى تكون الحلقه عجبتك، دعمك ليا، انزل تحت تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.